ده الاوبو رينو 10 اللي هي اوبو اللي هي اصلا معروفه انها اكتر شركه في العالم بتحط سماعات مونو في موبايلاتها، حطت في الرينو 10 بتاع السنه دي صوت ستيريو عادي. لو انت كده بتدور على موبايل في الفتره دي ومحتار جدا من وسط كل الموبايلات الجديده اللي لسه نازله، فانا جاي لك النهارده بافضل واحسن موبايل نزل في الفئه المتوسطه، وده لانه يعتبر هو اكتر موبايل متكامل اصلا نزل السنه دي، وحرفيا هيديك كل حاجه انت محتاجها بقى، سواء بقى انت عايز تصميم فخم، شاشه تكون الوانها كويسه ويكون برضه شكلها كويس، اداء يكون عالي جدا في الالعاب بقى وفي الاستخدام العادي، كاميرا تكون ممتازه مع دعم بقى الحاجات كتير في الذكاء الاصطناعي، بطاريه تكمل اليوم، شاحن سريع في العلبه، انت كل حاجه معاك حرفيا موجوده هنا. الموبايل ده كده هو الاونر 90 الابجريد بتاع الاونر 70 بتاع السنه اللي فاتت، واللي بالمناسبه كده كتصميم وكشاشه كان يعتبر هو الافضل في فئته السعريه، والكاميرات كان يعتبر هو تاني حاجه على طول بعد السامسونج. فاونر بقى منزله السنه دي الاونر 90 مع تحسينات كتير جدا، وعلوا بقى في شويه حاجات كده بخصوص الكاميرات مثلا، ودي تعتبر اصلا الحاجه الوحيده اللي هم حسنوها في الموبايل. خلينا كده بس ما نضيعش كلام كتير في المقدمه ونبدا على طول في الفيديو. لو هنبدا كده بتصميم الاونر 90 فهو تقريبا نفس تصميم الاونر 70 بالظبط، يمكن بس اتغير فيه شويه حاجات كده، مثلا زي شكل نافذه الكاميرات اللي الحلقه اللي حواليها كده بقت واخده شكل بيضاوي، ولكن يعتبر برضه نفس الشكل لان الكاميرات هنا دائريه ولوجو اونر تحت كده، ولكنهم غيروا هنا بس في الوان الموبايل. وعايز اقول لك كده ان هم ما قالوش عن خامات ظهر الموبايل ده، ما قالوش بقى هي بلاستيك ولا ازاز، ولكن ماسكتها الصراحه ازاز جدا، وعندك هنا الفريم من البلاستيك، فيعتبر هنا في اول ابجريد بقى عن الاونر 70، وهو ان الظهر بقى من الازاز مش من البلاستيك زي السنه اللي فاتت. وبصراحه موبايل فخم جدا، انا اصلا بعتبر موبايلات اونر كده هي الحاجات الفخمه اللي بتنزل كل سنه. لو جينا بقى نتكلم عن شاشه الموبايل ده، فشاشه الموبايل ده هي كيرف، شاشه الصراحه شكلها حلو قوي مع الحواف القليله دي والهول بانش اللي في النص، ومش محتاج اقول لك بقى ان الشاشه هنا هي من نوع سوبر اموليد فول اتش دي 120 هرتز، طبعا ده عامل الاتش دي ار 10 بلس وال1 مليار لون، وسطوع الشاشه دي كده هو 1000 نتس. ولكن بقول لك ايه بقى، الشاشه دي كالوان كشكل اصلا ما حدش يجرؤ انه ينافسها اصلا، الشاشه فعلا هي الافضل في فئتها السعريه، الوان الشاشه دي كده في حته ثانيه حرفيا، ودي الحاجه اللي احنا متعودين عليها كل سنه من اونر الصراحه، بيدوك شاشه الوانها ممتازه وبتبقى اصلا شكلها حلو، فبتبقى كده تتلكك حرفيا عشان تفتح الموبايل وتستخدمه. ولكن الصراحه ما فيش اي فرق ما بينها وما بين شاشه الاونر 70، يعني لو انت مثلا معاك الاونر 70 فعادي جدا، مش نقطه الشاشه مثلا اللي تخليك تشتري الموبايل ده. طيب خلينا نتكلم بقى دلوقتي عن اداء الموبايل. الموبايل ده كده جاي بمعالج جديد احنا سمعنا عنه قبل كده، وهو السناب دراجون 7 جين 1، ولكن دي النسخه الاكسلريتد اديشن، نسخه محسنه يعني من المعالج. وعايز اقول لك بقى على معلومه تقريبا ما حدش قال لك عليها قبل كده، ان ال 7 جين 1 ده هو نفس المعالج بالظبط اللي نزل السنه اللي فاتت في الاونر 7. الاونر 7 بتاع السنه اللي فاتت نزل فيه السناب دراجون 778 جي بلس. عايز اقول لك بقى ان اداء ال 7 جين 1 هو نفس اداء ال 778 جي بلس. مش عارف ليه اغلبيه الناس اللي راجعوا الموبايل ده بيقولوا ان الاداء احسن كتير ومش عارف ايه، هم تقريبا اصلا نفس المعالج، يعني الفرق ما بينهم بس في المسميات، زي الفرق كده بالظبط ما بين الدايمنسيتي 7050 والدايمنسيتي 1080. فنفس الكلام برضو هنا في الاونر 90 تقريبا هو نفس اداء الاونر 70 بالظبط، فبرضو مش نقطه الاداء اللي هتخليك تسيب ال 70 وتجيب ال 90، ده لو انت كان معاك مثلا ال 70 من السنه اللي فاتت. مش بقول هنا ان الاداء هيبقى وحش، لا فعلا الاداء هنا ممتاز جدا. واجهه اونر كده اصلا واجهه جميله جدا، بتشغل البرامج بسلاسه عادي جدا، فانت مش هتشتكي هنا حرفيا من الموبايل ده، لا هيهنج معاك بقى في برامج ولا في العاب خالص، ولكنه مش اختيارك المثالي لو انت بتدور على الالعاب. لو بتدور على الالعاب في نفس السعر ده كده بالظبط، فشوف بقى الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن الون بلس نورد 3، واللي جاي بالدايمنسيتي 9000، وده معالج فلاج شيب اصلا تقريبا هو اعلى حاجه عند ميديا تك دلوقتي. وعندك برضو البوكو اف 5 موجود برضو، ولكن ارخص شويه من النورد 3، وجايب ال 7 بلس جين 2 اللي هو اعلى بكتير من ال 7 جين 1 العادي، بيلعب ببجي بقى على 90 فريم وحاجات كتير كده، وفي هيدفون جاك مثلا اللي هو مش موجود هنا في الاونر 90 بالمناسبه. فمجملا كده يعني اداء الاونر 90 هيبقى كويس جدا معاه، ولكنه مش هيبقى احسن حاجه في الالعاب زي ما قلت لك. وعايز اقول لك بالمناسبه كده ان ال 7 جين 1 ده هو 4 نانومتر بس، وده هيوفر في البطاريه بشكل كبير. البطاريه اللي هنا بقى بالمناسبه كده هي 5000 ملي امبير، بطاريه كويسه جدا هتكمل معاك اليوم مستريح جدا لو انت استخدامك متوسط، بفضل بقى المعالج ال 4 نانومتر وسوفت وير اونر اللي بيوفر في البطاريه بشكل كويس. ولو انت بتفرم البطاريه حرفيا فانت هنا معاك شاحن في العلبه بقوه 66 واط، كون بقى ان الشاحن ده موجود في العلبه بالسرعه دي ده شيء كويس. هي مش اعلى حاجه احنا سمعنا عنها برضو في السعر ده، انت عندك النورد 3 80 واط، وعندك النوت 12 برو بلس مثلا من شاومي 120 واط، وعندك الريلمي 11 برو بلس مثلا ب 100 واط برضو في العلبه، ولكن الشاحن ده مش وحش، ارحم بكتير جدا من سامسونج اللي بتنزل موبايلات في نفس السعر ده بشاحن 25 واط ومش في العلبه. فانا راضي جدا الصراحه بالشاحن 66 واط ده اللي بيشحن الموبايل من 0 ل 100% في حوالي ساعه الا ربع، ودي مده كويسه جدا على فكره. عايز اقول لك بقى شويه حاجات كده عن الموبايل لازم تعرفها. اول حاجه كده ان الموبايل ده ما فيهوش هيدفون جاك، تاني حاجه برضو ان الموبايل ده ما فيهوش مكان للميموري، دول حاجتين كده احنا متعودين عليهم اصلا بقالنا سنه وشويه، اللي
احنا مش متعودين عليه بقى خالص في الفئه السعريه دي هو حوار الصوت. الموبايل ده جاي بسماعات مونو يا جماعه. عايز اقول لك ان دي حرفيا كارثه بالنسبه للموبايلات اللي بتنزل دلوقتي. ده الاوبو رينو 10 اللي هي اوبو اللي هي اصلا معروفه انها اكتر شركه في العالم بتحط سماعات مونو في موبايلاتها، حطت في الرينو 10 بتاع السنه دي صوت ستيريو عادي. وعايز اقول لك ان الرينو 10 نزل في نفس سعر الموبايل ده بالظبط. ولو جيت تبص على كل المنافسين حرفيا الاونر 90 هتلاقيهم جايين بصوت ستيريو عادي. الاوبو رينو 10 والريلمي 11 برو بلس والسامسونج 54 والبوكو اف 5 والون بلس نوت 3، اي موبايل حرفيا في الكوكب في نفس السعر ده وباقل منه كمان في صوت ستيريو عادي. انا مستغرب من اونر الصراحه هم ازاي مش حاطين صوت ستيريو في موبايل اللي المفروض ان هو موبايل ممتاز والمفروض ان هو يكون افضل موبايل فئته السعريه اصلا. مستغرب هم ليه ما حطوش صوت ستيريو. عايز اقول لك ان صوت المونو اللي هنا هو صوت كويس، صوت عالي وواضح وكل حاجه، بس جاي من ناحيه واحده. ده موضوع مزعج الصراحه ان انت تبقى فاتح الموبايل كده بتتفرج على فيديو والصوت يبقى جاي لك مثلا من الشمال بس او من اليمين بس. موضوع مستفز الصراحه، مش عارف ليه اونر عملوا كده. ده يعتبر حرفيا هو العيب القوي الوحيد اللي موجود في الموبايل، لو مش هنعتبر يعني حوار بقى الهيدفون جاك مثلا وحوار الميموري ان هو مش عيوب. يعتبر دلوقتي ما بقوش عيوب خلاص لان احنا خلاص متعودين على الموضوع ده. خلينا بقى دلوقتي نبص بصه سريعه جدا على الكاميرات بتاعه الاونر 90، ودي تعتبر بقى الحاجه اللي فيها فعلا ابجريد في الموبايل ده. انا عايز اقول لك ان الموبايل ده من ناحيه التصميم مثلا او الشاشه او الاداء يعتبر ما اتغيرش عن السنه اللي فاتت. كل اللي اتغير هنا بقى هو الكاميرات، دي حاجه اللي فعلا هتحس فيها بفرق كبير. الصور اللي بتطلع من الموبايل ده يا جماعه فعلا مش طبيعيه، صور كده ممتازه جدا من ناحيه الالوان والتفاصيل اللي موجوده في الصوره، حتى دايناميك رينج هنا مظبوط جدا. معالجه اونر هنا مياله للون الاصفر شويه، مش عارف انا الوحيد اللي حاسس بالموضوع ده ولا لا يعني، بس انا بحس ان معالجه اونر مايله للاصفر شويه. بس الصراحه الصور هنا ممتازه جدا، يعتبر ده هو المنافس الاول والوحيد تقريبا للسامسونج 54. بيطلع فعلا نتائج صور هنا كويسه قوي بالكاميرا الخلفيه. عايز اقول لك بقى ان الشيء اللي جامد فعلا في الموبايل ده هو تصوير الفيديو. الموبايل ده موجه للناس اللي عايزه تعمل فلوجات بالموبايل او تصور فيديوهات عموما. الموبايل ده بيصور بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه 4K. عايز اقول لك ان كل الموبايلات الفئه المتوسطه فيما عدا السامسونج 54 بيصوروا 1080 بالكاميرا السيلفي و4K بالكاميرا الخلفيه، ما عدا الموبايل ده اللي بيصور 4K بالكاميرتين. وده شيء فعلا حلو قوي لان فعلا الكاميرا السيلفي اللي هنا ممتازه، بتديك سكان تونز كويسه جدا، تفاصيل حلوه، المعالجه كده والفينش النهائي للصوره فعلا خرافي. عايز اقول لك فعلا بدون مبالغه دي احلى كاميرا ممكن تصور بيها فيديوهات او صور في الفئه السعريه دي، مناسب جدا لو انت عايز تصور صور او فيديوهات. وحوار التصوير 4K اصلا بالكاميرا السيلفي ده يدل ان هم مهتمين جدا بالكاميرات. في بقى شويه اوبشنات كده بالذكاء الاصطناعي موجوده في الموبايل ده خاصه بالتصوير، يعني زي ان انت ممكن تفعل ميزه كده موجوده في تصوير الفيديو. الميزه دي بتقدر انها تعزل الدوشه عنك تماما وانت بتصور فيديو، لانك طبعا في العادي هتصور بمايك التليفون، ومايك التليفون للاسف بيلقط شويه دوشه الناس اللي حواليك وكده. في ميزه هنا بالذكاء الاصطناعي بتعزل صوت الناس كلها وتخلي صوتك بس هو اللي واضح وعالي، ودي ميزه بتشتغل بالذكاء الاصطناعي تقدر تفعلها او تلغيها. في بقى شويه حاجات تانية مثلا زي انك تتصور بالكاميرا الاماميه مع الكاميرا الخلفيه في نفس الوقت، وبتبدل بقى في الاوضاع حرفيا، تكبر مثلا البريفيو بتاع الكاميرا الخلفيه والصغر بتاع الكاميرا السيلفي، وده يبقى حلو جدا في الفلوجات بقى لو انت مثلا عايز تصور نفسك وتصور الحاجه اللي انت بتمشي فيها. اوضاع كتير قوي بصراحه بالذكاء الاصطناعي بتخلي الموبايل ده كده يبقى احسن كاميرا في فئته السعريه. وصلنا بقى دلوقتي لسعر الموبايل ده. عايز اقول لك ان الموبايل ده نزل في الامارات لحد دلوقتي ما شفتلوش وجود في مصر يعني، ولكنه هينزل مصر قريب بضمان دولي. سعره هناك في الامارات عامل له حوالي 1600 درهم، بتتكلم في حوالي 16000 جنيه، ولكن طبعا عم ينزل لنا هنا ممكن يخش في 18000. عايز اقول لك ان رينو 10 اللي هو في الامارات عامل له تقريبا 14 ونص، نزل هنا بضمان دولي ب 17 ونص، وده سعر كويس جدا على فكره ما كنتش متوقعه اصلا. نيجي بقى دلوقتي الراي في الموبايل. بص انا شايف الصراحه الموبايل ده هو صفقه ممتازه جدا، يعني بيديك تصميم فخم الصراحه من ناحيه الظهر او الشاشه، والشاشه نفسها ممتازه الصراحه، تقريبا هي احسن شاشه في فئتها السعريه، مع الكاميرا برضه هي الاحسن في فئتها السعريه. معالج هو مش احلى حاجه في فئته ولكنه بيأدي كويس جدا، يعني ده يعتبر المعالج الستاندرد بتاع الفئه دي. بيديك بطاريه كويسه، شاحن في العلبه. يمكن عيبه الوحيد الصراحه اللي ضايقني قوي وهو حوار الصوت المونو، خصوصا ان كل المنافسين جايين بصوت ستيريو، فانا مستغرب الموضوع ده حرفيا العيب الوحيد اللي موجود في الموبايل. غير كده انا شايف برضه تسعيره كويس قوي، ارخص من تسعير السنه اللي فاتت. لو تفتكروا الاونر 70 كان نازل ب 1750 درهم، السنه دي هو نازل ب 1600، وخلي بالك هو لسه نازل اصلا يعني في حوالي مثلا شهرين ولا حاجه سعره هينزل عن كده. فانا شايف الصراحه هو موبايل متكامل جدا، بس لو انت حوار الصوت المونو ده يفرق معاك فعيد حساباتك بقى تاني كده وشوف تشتري ايه مكان. عندك في نفس السعر ده الون بلس نورد 3 ولكنه اقل في الكاميرات بفرق ملحوظ، برضه اقل شويه في الوان الشاشه ولكنه اعلى في الاداء وفي صوت ستيريو. وعندك الرينو 10 بس انا ما انصحش بيه خالص، يعني هو الميزه الجديده اللي فيه يعني هو حوار الصوت الاستيريو، بس معهوش احسن كاميرا، مش احسن معالج، ومش احسن شاشه برضه ممكن تجربها في الفئه السعريه دي. فبس كده كانت كل حاجه تخص الاونر 90 اللي هو يعتبر افضل موبايل نزل في الفئه المتوسطه لو هنعدي حوار الصوت المونو ده يعني. وبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامه.